اغتسالي يا حبيب الروح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر والعود، صباح التفاؤل والأمان، صباح الورود. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني؟ وجدتوا شي حاجة لعيد الفطر أو لا مازال؟ أنا اليوم درت البهلة وقلت نشاركها معكم بطريقة سهلة وجدتها في وقت سهل بزاف. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. خليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما خلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي. والمقادير اللي غادي نحتاجو ليها هي كالتالي. اول حاجه غادي نحتاجو كاس ديال الزنجلان محمر، كيسان عندي ديال اتاي اولا ديال العنبه، المهم غنديرو كلشي بنفس العبار. جوج الكيسان ما عامرينش، انا ما درتهمش عامرين، ما بغيتش بزاف ديال الحلاوه. ديال السكر سنيده، عندي جوج كيسان تقريبا لاروب ولا كاسونس كبير ديال اللوز مهرمش، انا غادي نحمرو دابا. منقي ومصوب ومحيد له شي حيت له جلفه، نص حيت له جلفه ونص لا. غادي نحتاج شويه ديال الفانيلا، شويه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه. غادي نحتاج كذلك شويه قبيصه الملح دائما، بيكنج باودر ولا الخميره الكيماويه يعني 15 غرام، جوج باكيات الحمرات، اولا البنات اللي في اوروبا راه جوج باكيه وحده ديال 15 غرام، كاس ديال الزيت النباتيه و200 غرام ديال الزبده بحراره الغرفه، الزبده تكون من النوعيه الجيده. هادو هما المقادير اللي عندنا. وغادي نحتاج كذلك عندي هنايا 650 غرام ديال الدقيق. انا عبرته ودائما كنعبرو حيت دائما كنقولها لكم ونبقى نقولها، ما تنبغيش خلطي هادشي كامل والدقيق حسب الوصفه. البنات كاين اللي ما كتعرفش، كاين اللي كديرها قاصحه، كاين اللي كتجيها مجاريه. المهم غادي نديرو 650 غرام ديال الزبده، عفوا ديال الدقيق اللي انا غربلته ونيته ووجدته هنايا. دابا غادي ندوز نهز القصريه ديالي وغادي نخلط المقادير. اول حاجه غادي ندير هي غادي نحمر شويه في المقله الجنجلان، غنخليه كامل ما غاديش نطحنو، واللوز كيف ما كتشوفوا معايا مهرمش عفوا غادي حتى هو نحمرو واحد شويه. عاد غادي نبدا في الوصفه ديالي. اول حاجه غادي نقوموا بها هي الزبده، غادي نحطها هنايا، غادي نخلطها هي والسكر، السكر سنيده عادي، كاين اللي كيبغي يدير السكر كلاصي ماشي مشكل. المهم انا غادي نخدمها هنايا باش غادي نخليها رطبه هكا، غنبقى نديرها حتى يذوب ليا السكر. وعاد غادي نضيف باقي المقادير. شنو هو الدقيق غربلتو سنيده ما عرفت مالها خلطها هكا. لو المفروض تسافر على حد ولا تسافر عليه شو تعرفيش احمد عبد الصالح ممكن أصلا أضيف توفيق. غادي نضيف الزيت، غادي نضيف معلقه ديال الفاني ولا خنيشه ديال الفانيلا هكا. غادي نحاول انني نخلط هاد السوائل باش غادي نضيف ليهم الجنجلان اللي عندي واللي انا حمرته من قبل. فوالا الخليط اللي حصلت عليه كيبقى عندي هذا بحال هكا رطب وساهل. غنضيف قليصات الملح، القرفه، لا باش نهز هذا زيت القرفه، وغنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه. انا كيف ما قلت لكم عندي 650 غرام، ولكن انا عمرني ما تنضيف الدقيق في خطره. نبقى نعجنها نجمعها حتى تجمع ليا كامله. وعاد غادي ندير معكم المرحله الجايه. دابا عاد غادي نضيف هذا حيت دائما تنقول لكم نضيفوه فوق من الدقيق. انا غنجمع هادشي وغادي نرجع معكم باش نوريكم شحال ديال الدقيق بقالي وشحال ديال الدقيق استعملت. ها القوام اللي حصلنا عليه، ما كتكونش هي رطبه جاريه. ها القوام اللي حصلنا عليه، ما كتدلك ما كتحك، ما غندوزها بالحكاكه
ما حتى شي حاجه. انا غادي نوريكم شحال ديال الدقيق درت 650 غرام كامله. هذيك المقادير اللي عطيتكم هزت 650 غرام كامله. باش غادي نعرفها هذاك هو الجهد ديالها، غناخذ واحد شويه غادي نكورو وغادي نلقى عندي الغريبه ديالي. انا دابا اش غادي ندير؟ غادي نحطها ندير لها بابي فيلم وغنخليها واحد شويه، واحد نص ساعه ساعه، على ما جمعت هاد المعجنات وغسلتهم ودرت شي حاجه واحده اخرى، يعني رد الفطور ديالي ولا رد شي حاجه شي حسوه ولا شي حاجه، وغادي نرجع ليها. صافي غادي ندير ليها بابي فيلم وغادي نخليها حتى نرجع لها غترتاح. غادي نكورها وغادي نطيبوها. ها نتوما ما كاين ما نخبي عليكم، لقيتوني كنصوب في العبار باش ما نبقاش نعبر بالوحده باش يجيوني قد غادي نديرهم هنايا، ومن بعد غادي نصوب الغريبات ديالي بحال هكا باش يجيوني كلهم قد ما تجينيش وحده كبيره وحده صغيره وحده هذه حتى هي الصحاب اللي باغيين يبداو يشدوا لي كوموند. وهذا راه غير ديال الشمع ديال ايكيا. عندي واحد العبار اخر ولكن جاني صغير وجاتني هاد غريبه هي هذيك. هي هذيك، هذا هو العبار ديالها. درتها في هذا كيديروا فيه الشميعات، وهذا هذه هي الغريبه ديالي كتعطيني هذا الشكل. من بعد ملي غادي نسالي هاد الكميه كامله غادي غير نهبطها هكا، نشعل الفران ديالي وندخلها طيب. ياك كي جاتكم الفكره ديالي؟ رائعه ولا لا؟ ودرت لها البابي فيلم باش تخرج ليا دغيا من سميتو، فما غنبقاش نصدع مع راسي، غنبقى غير نخشي بحال هكا نعمرها ونسدها عفوا نعمرها هكا ونجبدها. ها هي كتهبط بوحدها. ها هو العبار عندي اللي جايت في هاد الشنيتيفه. صافي ها هو العبار عندي. كي جاتكم الفكره؟ غادي نستف الحلوه ديالي في اللاطه وغادي نشعل الفران فوق وتحت، ولكن انا اولا غادي نحطها الفوق، من بعد عاد غادي نحطها لتحت حتى نحطها الفوق تشقق، عاد نهبطها لتحت طيب. زعما غادي ندير في الاول العافيه مجهده ومن بعد غادي نقصها. انا غادي نديرها في 170 درجه والوقت ما كيكونش بزاف. انا غادي نقول لكم شحال ديال الوقت. ما داتليش اكثر من 20 دقيقه. ها النتيجه خرجت غزاله. انا درت لها 170 حتى 160 170 درجه، خرجت غزاله شهوه من نهار طبا وكتهرس دغيا في اليد. وها المنظر ديالها. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق وبالمشاركه بجميع المواقع التواصل الاجتماعي اللي عندكم مع احبابكم ومع اصحابكم. نتلاقى بكم في فيديو مقبل والى اللقاء.